فطيرة طاقية السلطان. هنحضر النهارده بقى فطيرة في منتهى اللذاذة والطراوة ببريوت. بيزنس وومن وشيف وخريجة علوم وصوتها مميز وأكلها مفيش زيه، وعايشة في أمريكا، وجوزها رجل أعمال تقيل في العقارات، وعملت ثروة كبيرة بالملايين من فيديوهات الطبخ لحد ما بقت أشهر شيف في مصر والوطن العربي. مين هي الشيف نادية السيد؟ وليه سايبة مصر؟ وإزاي قدرت تعمل ثروة بالملايين في وقت قصير؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. مستحيل تسمعها وتحول الفيديو، ليها سحر خاص يخليك تتفرج على الفيديو بتاعها غصب عنك، وده طبعا لانها بتعمل وصفات بسيطة تقدر ست البيت تعملها بمنتهى السهولة، وفيديوهاتها بتعدي المليون مشاهدة، وفي فيديوهات بتوصل ل20 و30 مليون مشاهدة. نادية السيد خريجة علوم ودراستها بعيدة عن الطبخ، حست انها اكتر حاجة بتحبها وبتقضي معظم وقتها وهي بتعملها وهي الأكلات. أخدت كورسات كتير وعملت قناة على اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك، واحدة واحدة كبرت ولقت ربات المنزل كلهم بيتابعوها وبيستنوا كل جديد علشان يعملوه في بيتهم. وآخر حاجة واللي جنن الناس هي طاقية السلطان، واللي الفيديو بتاعها بدون مبالغة لف السوشيال ميديا، وكل البلوجرز وستات البيوت عملوها تاني يوم، وكانت عبارة عن عجينة كيكة بس بتتعمل بطبقات، وده خلى الناس عندها إصرار إنها تجربها. نادية السيد قدرت في وقت قليل يوصل لعدد المتابعين عندها ل 13 مليون على صفحاتها. نادية ما كانتش متوقعة انها تتشهر كده، وفيديوهاتها كانت نقلة كبيرة في حياتها ودتها في حتة تانية خالص وبقت من المشاهير. نادية سيد مش عايشة في مصر، هي متجوزة وعايشة في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية وعندها 3 عيال. رغم انها عايشة في أمريكا إلا انها بتعمل وصفات أكل مصرية 100% والشعبية كمان. نادية السيد عايشة حياة الأغنياء وفي بيت فخم جدا، ومش بس كده، لما بتحب تصيف وتقضي وقت مع أسرتها بتروح دبي أو الساحل في مصر. نادية عاملة مشروع خاص مع جوزها وهي شركة عقارات وبيديروها سوا، وقدروا يحققوا ثروة كبيرة جدا من الطبيخ والعقارات في أمريكا. والحياة مش على طول بامبي، حصلت مواقف وأزمات بين نادية وشيف تانية اسمها آية حبيب، اتهمتها انها بتسرق وصفاتها وبتقلد المحتوى بتاعها، ونشر المتابعين صور لفيديوهاتهم لطريقة عمل النجريسكو واللي فيها تشابه كبير بين محتوى نادية وآية بنفس العنوان والطريقة وكل حاجة. وبعد جدل كبير وانتقادات اتوجهت للطرفين، المتابعين قالوا نادية هي اللي بتقلد آية، ولكن ساعتها وصفت الشيف نادية لأن اللي حصل ده مجرد مؤامرة، وحملات ضدها، وقالت إنها عملت بلاغات عن 6500 فيديو سرقوا من عندها أفكارها ومحتواها، ومن يوم ما بلغت وقفلت كذا صفحة، والحملة الغير محترمة دي شغالة عليا. بعد كل الكلام ده نقدر نقول إن نادية سيد ست بدون مبالغة ب100 راجل، وتقدر تعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت، وإنها سوبر هيرو، وكل واحدة بتتمنى النجاح اللي وصلت ليه، وهي نموذج لستات وربات بيوت كتير نفسهم يوصلوا للي هي حققته. شاركينا بقى وقولنا بتعجبك وصفات نادية السيد، وفعلا بتحبي تقلدي طريقة الأكل اللي بتعملها ولا لأ؟